السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده هننفذ مع بعض ايس كاب بغرزة سهلة وبسيطة اوي، مش هياخد وقت معاكي، هتنفذيه بكل سهولة. عشان ننفذ الكاب بتاعنا ده انا هحتاج لايه؟ انا هشتغل بخيط مهير. الخيط ده اسمه خيط لندن. الخيط ده تركي. الشلة بتاعته عاملة 100 جرام، 250 متر. بيقترح عليا ان انا اشتغل بإبرة 4.5 ل5. انا هشتغل بإبرة 4.5، مناسبة للايه، مناسبة للخيط بتاعي. وهحتاج المقص بس، وهحتاج الإبرة بتاعة التنظيف، وهحتاج المازورة عشان خاطر ايه، اقيس بيها عشان خاطر انفذ الايس كاب. نبتدي على بركة الله. لو لسه ما اشتركتيش في القناة بتاعتي فضلا وليس امرا اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسوش تشجعوني باللايك والشير يا حبايبي عشان خاطر ايه القناة تكبر بيكوا وليكوا يا حبايبي. هنبتدي على بركة الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هاخد اسحب الخيط من هنا من قلب الشلة زي ما احنا متعودين عشان الخيط ما يعقدش معايا. هسحب الخيط كده بالشكل ده. هبتدي يا حبايبي على بركة الله، نسمي الله كده. هعمل عقدة البداية اول حاجة معايا اهي الخيط كده، هعمل عقدة البداية بالشكل ده، ادخل كده واروح سحبة الخيط. عملنا عقدة البداية. هرتفع بالسلسلة بتاعتي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ارتفعت 14 غرزة وسلسلة ارتفاع يبقى 15. تمام. ده انا هعمل الدوران بتاع رأس الايس كاب. طبعا احنا ايه، هنشوف بقى المقاس اللي احنا هنشتغل عليه. طبعا بنلف الدوران ده بعد ما نشتغله على ايه، على راس الشخص اللي احنا بنعمل له الايس كاب. هسيب اول غرزة اهي بتاعت الارتفاع، وهدخل في الغرزة اللي بعديها واعمل غرزة حشو بالشكل ده. هاجي في الغرزة اللي بعديها غرزة حشو، الغرزة اللي بعديها برضو حشو، والسطر كله هشتغل فيه غرزة حشو بالشكل ده. في النهاية هلاقي عندي 14 غرزة حشو. نخلي بالنا من العدد كويس عشان خاطر احنا العدد ده هنعمل الدوران بتاع الرأس كله من اوله لاخره على نفس العدد ده، فما ينفعش ان احنا ايه نقلل في الغرز بتاعتنا. كل سطر لازم نعد كويس الغرز كده. الغرزة الأخيرة كده يا حبايبي أنا عملت كام؟ 14 غرزة حشو بالشكل ده. ده السطر كده الأولاني بتاعي خلص. تمام. هرتفع للسطر الجديد غرزة كده، هرتفع سلسلة والف الشغل بالشكل ده. هاجي أول سلسلة. بصوا أنا عندي هنا حلقتين اهم، هاجي هنا في أول حلقتين كده هدخل تحتيهم واروح عاملة غرزة حشو. تمام. دي الغرزة الأولانية. هاجي في الغرزة اللي بعديها هروح داخلة كده في الحلقة الخلفية واعمل غرزة حشو اهو. الغرزة اللي بعديها بصوا انا عندي هنا حلقتين اهو، حلقة واحدة امامية وحلقة خلفية، الباك لوب والفرونت لوب. انا بدخل في الحلقة الخلفية اهو اعمل غرزة حشو. طبعا انا بعمل غرزة حشو عشان خاطر ايه، ده بالنسبة في الحلقة الخلفية، ده بالنسبة للبنات اللي هي المبتدئة اهو. في كل حلقة من الحلقات بتاعتي هدخل واروح عاملة غرزة حشو. في النهاية يبقى عندي كام؟ هيبقى معايا 14 غرزة حشو برضو في السطر ده بالشكل ده. كل السطر هنشتغله في الغرزة في الحلقة الخلفية. الغرزة دي اسمها غرزة البليسيه. عامة بنعملها في الجاكيت مثلا، في المرد بتاعه، في القمر، بتنفعنا في كده.
طب الغرزة اللي قبل الأخير، هاجي في الغرزة بقى الأخيرة هشتغل تحت الحلقتين، يعني الغرزة الأولى والأخيرة بنشتغلها تحت الحلقتين، ما بنشتغلش في الايه في الحلقة الخلفية. ادخل كده تحت الحلقتين اهو، واروح ساحبة الخيط بتاعي واروح عاملة ايه وارتفاع السلسلة اهو. ال14 غرزة بتوعي اشتغلت الغرزة الأولانية تحت الحلقتين، والغرزة الأخيرة تحت الحلقتين، وبقية الغرز بنشتغلها في الحلقة ايه الخلفية. هلف الشغل وادخل برضو اهو تحت الحلقتين اول غرزة زي ما اتفقنا، وبعد كده في الحلقة الخلفية هنشتغل ايه بقية الغرز بتاعتنا في الحلقة الخلفية بالشكل ده. وكل مرة نعد الغرز بتاعتنا عشان احنا ممكن ننسى غرزة ولا حاجة، فالدوران يطلع معوج مش مظبوط اهو بالشكل ده. جيت يا حبايبي للغرزة الاخرانية اهي، هدخل كده واروح عاملاها في الحلقة ايه تحت الحلقتين اهو. الغرزة الاخيرة بندخل تحت الحلقتين كده بالشكل ده، ونروح ساحبين الخيط ونعمل ايه غرزة ونرتفع ايه سلسلة بالشكل ده. هيبقى معايا شكل الغرز بتاعتي بالشكل ده. هفضل رايحة جاية بالسطور لحد ما اعمل ايه دوران الرأس. برضو انا هقول لكم انا هعمل قد ايه، هقيسها لكم برضو بالايه بالمزورة عشان ما اطولش عليكم الفيديو. كل اللي انت هتعمليه هتشتغلي رايح جاي، ترتفعي سلسلة، واول السطر بتبتدي تحت الحلقتين، وبعد كده في الحلقة الخلفية واخر السطر تحت الحلقتين لحد ما نخلص المقاس المطلوب والعدد اللي احنا عايزينه. هخلصه وارجع لكم تاني. ارتفعت يا حبايبي بالسطور لحد ما وصلت للمقاس اللي انا عايزاه. هقيسها لكم برضو بالمزورة عشان تعرفوا ده المقاس ده بالنسبة لي انا مناسب، من غير ما امط الخيط الشغل بتاعي. عامله كام 45. ده مقاس دوران الرأس اللي انا عايزاه. انت عايزه ازيد من كده بتزودي في عدد السطور، عايزه اقل بتقللي في عدد السطور، عايزه الجزء ده يبقى اكنز من كده بتعملي ايه عدد الغرز البدايه بتاعتك بتبقى اقل من كده، على حسب انت عايزه ايه تعمليها ازاي، بس هي نفس الطريقه واحد. هاجي بقى هقفل الجزء ده مع الجزء ده ازاي. ادي هنا ايه ده الخيط بتاع ايه اخر سطر انا وصلت له، وده السطر بتاع البدايه. هاجي هنا في اول غرزه كده بالشكل ده هروح من ده جايبه سحبه الخيط بتاعي عشان اقفل ايه الشغل اهو. وسحبت الخيط كده هخش في الغرزه اللي بعديها على طول، والغرزه اللي قبالها اهي بالشكل ده، واروح سحبه الخيط وهعمل منزلقه. الغرزه اللي رقم 3 اهو مع الغرزة رقم 3 من الناحية التانية، واروح عاملة منزلقة بالشكل ده. الغرزة رقم 3 برضو 4، والغرزة رقم 4 من هنا، واروح عاملة ايه منزلقة. هدخل كده وهسحب الخيط بالشكل ده، غرزة منزلقة او غرزة سحب اهو كده بالشكل ده. هروح سحبة الخيط واروح عاملة ايه منزلقة. كل غرزة قدام الغرزة بتاعتها. انا عندي هنا 14 غرزة وهنا 14 غرزة اهو بالشكل ده كده اهو. بالشكل ده كده اهو. كده اخر غرزة معايا اهي، مع اخر غرزة هروح سحبة الخيط وعاملة ايه منزلقة. كده انا خلصت الايه كده قفلت الايس كاب بتاعي بقى بالشكل ده. هقلبه بقى طبعا دي هخليها من جوه، هقلبه كده اهو
عشان ابتدي بقى ايه اشتغل على الايه على السطور بتاعتي. حرف الخيط اهو، تمام بالشكل ده. وده خيط البداية معايا هناخده تحت الشغل. هاجي هنا اهو، بصوا الخيط اهو انا جايبه الناحية دي اهو، تمام. هاجي بقى ارتفع، ادي واحد، ادي اتنين سلسلة، تمام. بصوا انا هشتغل بقى ايه غرزة نص عمود. نص عمود قدام كل سطر من السطور بتوعي هشتغل ايه نص عمود. هلف الخيط طبعا كده قدام السطر ده، هاجي كده اروح داخله واروح عامله نص عمود قدام كل سطر من السطور بتاعتي، هدخل واروح عامله نص عمود بالشكل ده اهو. طبعا انا عندي سطر هتلاقوه، ثواني، سطر هتلاقوه بارز اللي هو ده، والسطر اللي هو داخل ما بين السطرين اللي جوه، في دي هعمل غرزة وفي دي هعمل غرزة اهو بالشكل ده. اهو في كل غرزة، في كل قدام كل سطر من السطور بتاعتي هعمل غرزة نص عمود بالشكل ده اهو. ده الخيط بتاع البداية واخدة معايا اهو. هدخل كده بالشكل ده واعمل نص عمود، هفضل ماشية بقى كده لحد ما اخلص السطر كله، هخلصه وارجع لكم تاني عشان نشوف هنعمل ايه في السطر التاني. خلصت يا حبايبي السطر زي ما انتوا شايفين اهو. اهو اول سطر معايا في ارتفاع الايس كاب بعد الدوران. هاجي بقى كده خلاص اخر غرزة معايا، هاجي انا كنت قافله كنت عامله سلسله ارتفاع، هدخل تحت الحلقتين كده واسحب الخيط واروح قافله بمنزلقه بالشكل ده. قفلنا قفلنا السطر بتاعنا. هرتفع سلسله واحده بالشكل ده وهلف الخيط على الابره، وهاجي اول عمود عندي اهو، هدخل كده من ورا العمود كده بالشكل ده اهو. هدخل من ورا العمود واسحب الخيط واعمل عمود خلفي، نص عمود خلفي بالشكل ده. الف الخيط على الابره واللي بعديه هدخل كده اهو، ادخل الابره بتاعتي واعمل نص عمود خلفي بالشكل ده اهو. اهو العمود اهو بتاعي اهو، العمود اهو تمام. هدخل كده كده، العمود هيبقى من وراك بالشكل ده والابره بتبقى قدام. هسحب الخيط كده واروح اعمل عمود عمود خلفي بالشكل ده كده اهو اهو. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، شايفين بدخل فين اهو، الف الخيط على الابره وهدخل اهو. الابره بتبقى ورا والعمود قدام بالشكل ده. كل السطر هعمله بنفس الطريقه، عمود خلفي، غرزه نص عمود خلفي اهو. اسحب الخيط مره واحده
الف الخيط على الابرة وهدخل واسحب الخيط مرة واحدة، الف الخيط على الابرة وهدخل واسحب الخيط مرة واحدة بالشكل ده. هتبقى شكل الغرزة بتاعتي عاملة كده اهو. هخلص السطر كله بنفس الطريقة، غرزة عمود، نص عمود في الايه خلفي، نص عمود خلفي لحد ما اخلص وارجع لكم تاني عشان مطولش عليكم. وده شكل السطر بتاعي يا حبايبي بعد ما خلصته بقى بالشكل ده اهو اهو. هقفله بقى معاكم ونشوف هنعمل ايه في السطر الجديد. هاجي هنا في اول سلسلة اللي انا عملتها ارتفاع، هدخل كده تحت الحلقتين بالشكل ده وهدخل واسحب الخيط واعمل غرزة منزلقة بالشكل ده. انا كده قفلت الايه السطر بتاعي بقى كده. هعمل ايه بقى؟ هرتفع برضو سلسلة. تمام. طب السطر ده انا هعمل فيه السطر ده هشتغله عمود، نص عمود تحت الحلقتين، مش هشتغل بقى عمود خلفي، انا هشتغل تحت الحلقتين. هلف الخيط على الابرة وهدخل هنا اهو زي ما انتوا شايفين كده تحت الحلقتين كده، والف الخيط يعني تكرار للسطر اللي قبل ده. هلف الخيط على الابرة وهدخل تحت الحلقتين وهعمل ايه نص عمود تحت الحلقتين اهو، تكرار للسطر اللي قبل ده بالشكل ده اهو. تحت ايه بص فوق كل عمود هشتغل ايه، هشتغل عمود تحت الحلقتين كده بالشكل ده. وده شكل السطر التالت بتاعي بعد الايه بعد الغرز البليسيه. السطر ده هنعمله ايه عمود، نص عمود تحت الحلقتين. السطر اللي قبليه عملناه نص عمود في الحلقه الايه في عمود خلفي، نص عمود خلفي. بقيه الايس كاب هيبقى كده سطر وسطر، يعني هشتغل فيه هفضل ارتفع بقى بالسطور بنفس الشكل كده اهو. انا دلوقتي بعمل السطر ده نص عمود اهو تحت الحلقتين. هاجي السطر اللي بعديه هعمله عمود خلفي، نص عمود خلفي. تمام. هفضل ماشيه كده بقى بنفس الطريقه لحد ما اخلص الارتفاع اللي انا عايزاه بتاع الايس كاب عشان ما اطولش عليكم. الغرزه بتاعتي هتبقى شكلها بالشكل ده كده. هخلصه واقول لكم انا ارتفعت قد ايه وارجع لكم تاني نشوف هنقفله ازاي مع بعض. ارتفعت بالسطور يا حبايبي، عملت 24 سطر وهقيسها لكم برضو عشان نشوف المقاس بتاعنا هيطلع قد ايه. وده شكل الايس كاب بعد ما خلصت السطور بتاعته. انا عندي عامل 28 سنتي. تمام. هبتدي بقى اعمل تناقص في الغرز بتاعتي عشان الم الايس كاب من فوق. هاجي هنا اخر غرزة معايا اهي. طبعا هرتفع سلسلة عادي زي ما ببتدي كل سطر والف الخيط على الابرة وهدخل تحت الحلقتين. السطر ده مش السطر ده العمود نص غرزة النص عمود مش العمود الخلفي. تمام. مش النص العمود الخلفي. هدخل كده تحت الحلقتين وهسحب الخيط، اخرج من حلقتين واسيب الحلقتين على الابره والف الخيط على الابره وهدخل واسحب العمود اللي بعديه تحت الحلقتين كده اهو، واسحب الخيط واخرج برضو من حلقتين، وبقيه الحلقات اللي على الابره هخرج منهم كلهم مره واحده كده. انا تناقصت في عمود، يعني خدت العمودين في عمود واحد. هلف الخيط على الابره وادخل في الغرزه اللي بعديها على طول تحت الحلقتين كده بالشكل ده، واسحب الخيط واخرج ومش هخرج خالص، والف الخيط على الابره وادخل في العمود اللي بعديه بالشكل ده، واسحب الخيط من حلقتين وفي الاخر اخرج منه كلهم مره واحده. الف الخيط على الابره اهو بالشكل ده. انا باخد غرزتين في غرزه. هفضل بقى ماشيه طول السطر بنفس الطريقه، كل غرزه اخدها مع الغرزه اللي بعديها عشان اعمل تناقص في الغرز بتاعتي بالشكل ده. شايفين الغرز عامله ازاي؟
وصلت لاخر السطر يا حبايبي زي ما انتوا شايفين اهو، وبدأت تلم معايا، بقت بالشكل ده. هنقفل بمنزلقة في اول سلسلة عملناها في اول السطر بالشكل ده، وارتفع سلسلة. وهعمل دور كمان في تناقص برضو بنفس الحكاية، نفس الدور اللي فات تكرار للسطر اللي فات. اخد غرزتين في غرزة، هلف الخيط على الابرة كده بالشكل ده، وهدخل تحت اول حلقتين في اول عمود، وهطلع من حلقتين واسيب حلقتين على الابرة، والف الخيط على الابرة برضو، وهاخد العمود اللي بعديه واخرج من حلقتين، وبعدين اخرج منهم كلهم مرة واحدة بالشكل ده. افضل بقى كده اخد كل غرزتين في غرزة لحد ما اخلص السطر بنفس الطريقة، عشان الايس كاب يلم يلم معايا خالص. بس يا حبايبي كده انا خلصت بقى بالشكل ده عندي الايس كاب من فوق. هقفل برضو بمنزلقة في اول في اول سلسلة انا ارتفعت بيها بالشكل ده، وخلاص كده هفصل الخيط بتاعي. الباقي بقى انا هخيطه بإبرة التنظيف. وبعد كده يا حبايبي هجيب إبرة التنظيف وهلضم الخيط بتاعي فيها، وهنلم بقى الجزء اللي فاضل ده خياطة بالشكل ده. هاجي هنا اهو، هدخل كده تحت الحلقتين كده، اخد الغرزة بتاعتي بالشكل ده. هدخل كده هكنك بتدككي كده، بتدككي اي حاجة، بتدخلي تحت العمود عمود وعمود، مرة من فوق ومرة من تحت اهو. بس يا حبايبي بعد ما اخلص اروح لما الخيط كده بتاعي خلاص كده اتقفلت بالشكل ده، هبتدي بقى اعيد عليها تاني عشان الخيط ده ضعيف وممكن يتقطع بسهولة. فانا الاول هاخد غرزة تأمين بس كده عشان ما
كده يا حبايبي اكون خلصت الايس كاب، وده شكل النهائي بتاعه. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش تدعميني بلايك او شير، وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.